برج الأسد، قبل ما أقول لك أي حاجة أنا عايز أسألك سؤال واحد. هو أنت ليه دايما بتيجي على نفسك عشان خاطر ناس ما بتسواش؟ وليه لما بتقع ما بتلاقيش غير خيالك جنبك؟ الكلام اللي هقوله لك النهاردة مش توقعاته بس، دي حقيقة أنت عايشها بقالك شهور وشايلها جوه قلبك وقافل عليها. اسمعني كويس عشان اللي هقوله لك دلوقتي في رجوع لحقك اللي ناس كتير استهترت بيه. هات ودنك وخد الخلاصة. خلينا نتكلم في اللي حصل فعلا. انت الفترة اللي فاتت مريت بمواقف خذلان ما كنتش تتوقعها. في حد قريب أو منك دخل بيتك وأكل معاك عيش وملح، والحد ده هو أول واحد اتكلم عليك في ظهرك وحاول يقلل من قيمتك قدام الناس. الأسد الفترة اللي فاتت كان مخسوف بالأرض ودايما حاسس بكسل وبخمول وكأن في حمل تقيل على كتافه. والحقيقة اللي انت عارفها انك سكت بمزاجك، مش ضعف منك، بس عشان كنت مصدوم في اللي حواليك. ابريل بقى هو شهر النهايات للناس دي ومواجهة الحقيقة اللي انت كنت بتهرب منها. نتكلم بقى في أكل العيش والقرشين اللي بيطلعوا بالعافية. الأسد في 2026 لحد النهاردة عامل زي اللي بينحت في الصخر وفي الآخر غيره هو اللي بياخد اللقطة على الجاهز. انت الفترة اللي فاتت شلت شيلة غيرك وسهرت وتعبت، وفي الآخر لما جت ساعة التقدير أو المكافأة لقيتهم بيوزعوا عليك وعود في الهوا وكلام ملوش لازمة. انت بيمر عليك أيام بتبقى مش عارف الفلوس اللي بتدخل دي بتخرم جيبك وتروح فين. بتلمها من هنا تطلع لك خناقة أو مصاريف من تحت الأرض من الناحية التانية، كأنك شغال في ساقية وما بتخلص. خد الخلاصة. في عطلة كانت مقصودة في طريقك، حد قر عليك أو رمى كلمة وقفت حالك في خطوة كنت مستنيها. بس اسمع، إبريل في حق ميت هيصحى. قرشين كنت فاقد فيهم الأمل أو رد اعتبار في شغلك هيخليك تحط رجل على رجل قدام كل اللي حاولوا يكسروا مقاديفك. ربنا هيفتح لك سكة رزق من وسع ومبلغ هيجيلك يلم الليلة اللي انت فيها ويخليك تسد اللي وراك وتنفش ريشك من تاني. بس نصيحتي ليك داري على شمعتك المرة دي بجد، لأن العين لسه راشقة في جيبك. الأسد في الحب دايما بيدي 100% وبياخد 10%. الحقيقة انك مريت بعلاقة الفترة اللي فاتت استنزفتك نفسيا. في حد كان بيستغل طيبتك وكرمك، ولما لقاك بدأت تفوق وتعرف قيمتك بدأ يعمل عليك ضحية. انت حاليا في مرحلة الزهد، ما بقتش عايز حد يدخل حياتك غير لو كان سند بجد. في إبريل في شخص قديم هيحاول يرجع يجس نبضك برسائل أو مكالمات، بس انت المرة دي قلبك بقى حجر وهتعرف تختار مصلحتك وكرامتك فوق أي مشاعر. يا أسد احنا بنقول أسباب وبنقرأ طاقة، بس في الأول والآخر التدبير كله من عند ربنا سبحانه وتعالى. النصيحة اللي من القلب بقى داري على شمعتك تقيد. انت طول عمرك قلبك أبيض وبتحكي اللي في نيتك للغريب قبل القريب، وده اللي بيخلي العين ترشق فيك وتوقف حالك قبل ما تبدأ. الشهر ده خلي أي حاجة بتعملها أو تخصك في السر، وصدقني نجاحك الحقيقي هيبدأ لما تبطل تحكي أسرارك لأي حد يقابلك. ربنا هيعوضك عن كل ليلة نمت فيها ومكسور الخاطر ومحدش حس بيك. التعويض المرة دي هيكون جبر خاطر يخلي كل اللي شمته فيك يضربوا كف على كف من الذهول. إبريل هو شهر العدل، اللي ظلمك هيتظلم واللي خد حقك هيرجعه غصب عنه. الخلاصة، الأسد راجع من تاني وبقوة. قبل ما تقفل الفيديو يا أسد عايز أسألك سؤال واحد وجاوبني بصراحة في الكومنتات. لو الشخص اللي غدر بيك وكسر بخاطرك رجع لك في إبريل ندمان وبيطلب السماح، هل هتديله ظهرك وتمشي بكرامتك ولا قلبك الأبيض هيغلبك وتسامحه؟ مستنى أشوف مين الأسد اللي قلبه حديد وما بيتهزش.